شايفين الحلاوة والجمال؟ محتارين تعملوا ايه بصدور الفراخ؟ انا جايبه لكم وصفة النهارده سريعة في صينية واحدة، مش هتاخد منكم نص ساعة. لازم تجربوها. اقول لكم طريقة الصلصة المظبوطة اللي تعملوها في البيت وازاي تسبكوها صح. فهي للناس اللي مستعجلة وعايزة تجرب حاجة جديدة وزهقت من الطرق التقليدية لصدور الفراخ. وصلوا الفيديو ده بقى ل1000 لايك. اول حاجه هحضرها معايا صلصه الطماطم، بعملها بطريقه حلوه قوي، بتطلع كده قوامها ممتاز وتقيل وفي نفس الوقت متتعبش المعده. الطماطم دي انا غسلها كويس، هاخد كل واحده كده هقطعها بس النصين بالشكل ده وهشيل الجزء اللي فوق، وبعد كده هزود ميه ما يكونش لحد الاخر، لحد يعني ايه نص الكميه كده، وبعدين هغطي عليها واسيبها بقى على النار حوالي كده ربع ساعه لحد ما الاقيها ان هي استوت تماما. بغطي عليها وبسيب جزء كده مفتوح تمام، عشان لو قفلتوا الحله كلها هتلاقوا يعني الميه بتطلع بره الحله، فبنسيب بس جزء كده مفتوح. تاني حاجه معايا صدور فراخ، هتستعملوا اي كميه تحبوها على حسب كميه البطاطس اللي احنا هنعملها. انا قطعتها مربعات صغيره بالشكل ده، حوالي كده اقل من 500 جرام. انا هبهرهم بحاجات بسيطه قوي، مش عايزه احط بهارات كتير. هديلها كده رشه فلفل اسمر، كمان ربع معلقه صغيره كده من بهارات الفراخ، وهقلبهم. وهو ده بس اللي انا هحطه يعني، يكون بالشكل ده. وهسيبها على بال ما اجهز بقى الصلصه والبطاطس، يعني هتقعد حوالي كده مثلا نص ساعه او اقل في التتبيله. شايفين ازاي القشرة بتتشال بكل سهولة؟ بإيد واحدة كده بشيلها بكل سهولة. معايا بصلاية متوسطة وهقطعها مكعبات صغيرة قوي. لو عندكم اي نصيحة بخصوص ان البصل ما يحرقش لان الواحد بيقطعه قولولي. بالشكل ده. والطماطم خلاص هضربها دلوقتي في الخلاط. وبعد كده بقى معايا البطاطس، دول حوالي تقريبا كيلو الا شوية، يعني مش كيلو بالتمام. هقطع بقى البطاطس بالشكل ده واخلي سمكها تخين زي ما انتوا شايفين ده الحجم، علشان ما تتهريش وقت التسوية وتطلع كده الواحدة بوحدتها. في صينية بقى على البوتاجاز، يكون ينفع استعملها على البوتاجاز، هحط معلقة كده صغيرة من السمنة الفلاحي وشوية زيت حلوين، يعني خلوا المادة الدهنية كتيرة شوية. ولما الزيت بتاعي والسمنة يسخنوا هنزل بالفراخ ومش هقلبها، هوزعها بحيث تاخد صدمة كده وما تنزلش المية بتاعتها. وبعد كده 3-4 دقايق هقلبها على الناحية التانية لما الاقي لونها اتغير. تابعوا معايا طريقة التسوية عشان التسوية بتفرق قوي في طعم الأكلة في الآخر. وبعد كده لما أشوح الفراخ هضيف بقى البصل، وهقلب بقى البصل مع الفراخ كويس زي ما انتوا شايفين. انا سبت يعني كمان الفراخ تاخد لون شوية. وبعد كده بقى هضيف البطاطس بتاعتي، وبعد ما اضيف البطاطس هرش عليها ربع معلقة صغيرة فلفل اسمر وربع معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وهحط برضو شوية ملح، وهحط مكعب من مرقة الخضار. وبعدين هقلب الاول الحاجات دي كلها مع البطاطس بحيث كده تاخد من ريحه وطعم البهارات دي. ودي الصلصه بتاعتي اللي انا عملتها معاكم وضربتها في الخلاط، شايفين ازاي قوامها تقيل ولونها حلو قوي. وبعد كده هزود بقى ميه، يعني ازود ميه شويه كويسين يغطوا الصينيه مرتين كده علشان خاطر ما تنشفش معايا قوي في الاخر. وكمان ضفت مهم قوي معلقه صغيره خالص من السكر. وهقلب المكونات دي كلها ببعض على نار بقى متوسطه، وهغطي على الصينيه دي. وبعد حوالي كده بصوا ربع ساعه بتبقبق معاكم او 20 دقيقه كده، هتاخد على النار حوالي 20 دقيقه او 25 دقيقه تبقى بالشكل ده. باجي في الاخر خالص، هي كده على فكره مستويه بنسبه 95%، هدخلها تحت الشوايه 5 دقايق تاخد التحميرة واللون الحلو اللي من فوق ده، وزي ما هي الصلصة موجودة واللي مش ناشفة ولا اي حاجة. وده باين قوي في الغرف. لسه بصوا الصلصة في الصينية يعني مغرقاها، وفي نفس الوقت الوش بتاعي جميل جدا. طبق روعة ويفتح النفس.